المرأة الجزائرية في الجزائر العاصمة لابسة من غير هدوم وكتضرب التاكوس، والمرأة عند بني مزاب مغلفينها بحالها بحال التاكوس. أصدقاء مبارك المغربي الجنود، السلام عليكم. أنا عارف هذا الموضوع ما عادش يعجب الأكثرية، لكن الحق يقال. لا بد أننا نديروا النقاط على الحروف فيما يتعلق بهذه الفضيحة اللي اكتشفناها عبر الصحفي الفرنسي أنطوان دو ماكسيمي، اللي كتعرفوه دار هذاك الروبورتاج تاع جيغي دورميغ شي فو. كلنا شفنا الروبورتاج وكلنا شفنا الفضائح الكارثية للدولة العسكرية الإرهابية المخابراتية البلعوطية، ولكن هاد القضية ديال هاد المرأة ما شفت حتى شي واحد هضر عليها في وسائل التواصل الاجتماعي ولا في الإعلام ولا في حتى شي حاجة. شفتوا هذاك يعني هذيك اللحظة من البرنامج ملي شاف أنطوان هاد الصحفي الفرنسي، شاف هاد المرأة غادية في الطريق، يعني في واحد الطريق ضيق هكذا تاع القوات الضاربة، ما عندهم حتى القدرون ماليش. سول هذاك لي بي سي هذاك اللي كان عرض عليه هنا بنحل واحد القوس باش تعرفوا الانبطاح اللي باقي فيه شياتة يعني المحتجزين في الجزائر. قال له مرحبا بك وغادي نعرض عليك والكرم تاع بني مزاب وداك الشيء. غير دارك دابا له واحد الرجل امن قال له لا ما نعرضش عليك. الى هذه الدرجه كتخافوا ما تحشموا. سد القوس. وهذا يعني يمكن تطبيقه على كل من هو محتجز في الجزائر من شمالها إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها. نرجع لهذيك المرأة مسكينة. دو ماكسيمي تحليل العجب، هو يقول لهذاك السيد علاش المرأة هنايا كتشوف غير بواحد العين. قال له كذاك التقاليد ديالنا. قال له يعني ما عندهاش الحق تشوف بجوج. الاخر جاوبو قال له لا. وكنشوف انا هذه اللقطه وكنعاودها ونشوفها وكنعاودها وكنقول لا حول ولا قوه الا بالله. اشهد يعني الدرجه اللي وصلنا لها او اللي وصلوا لها الجزائريين. مرأة عندها الحق تشوف بعين وحده. فانا بديت كنطرح اسئله على راسي، واش هذه المرأة ما عندها الحق تقرا؟ كيفاش غادي دير تقرا وهي كيغلفوها بحال الطاكوس وما عندها الحق تشوف بجوج عينين؟ كاين البعض بغا يقول لي لا راه كدير هكذاك ملي كتجوج مثلا، ملي كتكون صغيره عندها الحق تمشي للمدرسه. يعني ملي تتزوج عندها الحق تغلف كي طاكوس وتبقى تشوف بعين وحده. الا مجوجه ما عندها الحق تخدم، لان ما يمكنش للمراه تمشي للخدمه بهذه الحاله هذه. دابا هذيك المراه ملي كدوز قدامك انت كرجل جزائري غادي تعرف واش مرتك ولا مرت جارك ولا بنتك ولا بنت جارك ولا راجل ولا امراه ولا شي عبلاوي ولا شي عبلاويه. يعني واحد الهيكل دايز قدامك مغلف. اشنا هي بغيت نعرف انا شنو هي هذه الديانه اللي اكتشفتوا اللي يعني اخترعتوا انتم ايها الجزائريون اللي كتمنع المراه تشوف بعينها بزوج. لانكم ما تقولوش لي الدين الاسلامي وحنا محافظين. لا 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 لا، الدين الاسلامي كون بغى ربي المراه تشوف بواحد العين وحده غادي يخلقها بعين وحده، لكن ربي خلقها عينها بزوج. وما دام ربي خلقها بعينها بزوج اذا خصكم تخلوها تمشي تشوف بعينها بزوج. يعني نتوما ضد مسار ديال الديانه الاسلاميه، نتوما ضد الخالق في مخلوقه. الخالق خلق واحد المخلوق بجوج عين، نتوما سديتوا ليه وحده. يعني كارثه كارثه. حقوق المراه والديمقراطيه، انا متاكد وجد متاكد بان هذيك المراه مسكينه غير راضيه انها ما تقدرش تعيش كالعيالات كاملين كالمراه على في كل التراب الجزائري. كما قلت لكم المراه الجزائريه في الجزائر العاصمه غاديه على حل شعرها وكتضرب التاكوس، وانتم شديتوا المزابيه مسكينه وغلفتوها كي تاكوس، لويتو لها هذاك الازار الابيض كي تاكوس. انا والله لا طرح لي جاني غريب. السيده دايزه قدامك
مغلفه كتشوف بعين وحده، باش تعرفها راجل، باش تعرفها امراه، باش تعرف واش عائلتك ولا ما عائلتك، واش مرتك ولا بنتك ولا ماشي مرتك ولا مرت جارك ولا، يعني هيكل دايز مصيبه كحله صافي. وتيجي يقول لك حنا صحاب النيف وبلاد الاحرار وبلاد الحريه. واش ديك المراه اش دارت لكم مسكينه؟ اش دارت لكم مسكينه؟ ما عندها الحق تخدم، ما عندها الحق تقرا، ما عندها الحق. شكون هذا؟ شكون كي دايره هاد الحياه ديالها مسكينه؟ كي دايره هاد الحياه ديالها خارج البيت ديالها؟ حنا كنا كنتعجبوا انا كنت كنتعجب لافغانستان، الطالبان، هذيك البوخكا هذيك. على الاقل الطالبان خلاو لها عينيها بجوج وداروا عليهم واحد الشبيكه. وهذا جعل من المرأة الأفغانية مسكينة في الحضيض من ناحية التعليم والتربية. لا، ما عندهم الحق يمشوا للمدرسة، ما عندهم الحق في والو. المرأة في أفغانستان ما عندها الحق في والو. عندها الحق تلبس هذيك الخنشة وتبقى تشوف مسكينة، وحتى هي لا دايزة محداك، ما تعرفها مرتك، ما تعرفها بنتك، ما تعرفها جارتك، ما تعرفها والو. ولكن على الأقل هما خلاو لها عينيها بزوج. كيجيو خوتنا بين قوسين الجزائريين قالوا لها انت ما عندك ما ديري بجوج د العيون، وحده هي اللي تبان فيك من راسك لصباع رجليك. فيقوا شويه وقادوا حالتكم وشطبوا باب داركم، عاد تشوفوا ديور الجيران. انا والله الا بقات فيا بصراحه هذيك المراه، واللي بقات فيه حتى هو يكتب لي الراي ديالو في التعليقات. والسلام عليكم.